تعال اعرفك على برنامج او اداة هتفيدك جدا لو كنت صانع محتوى وبتصور بموبايلك. البرنامج ده وظيفته انه بيعرض لك شاشة موبايلك بكل حاجة بتعملها على الموبايل على شاشة اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، ودي حاجة هتفيدك جدا عشان وانت بتصور بتكون محتاج تشوف نفسك، وطبعا اغلبنا مش بيصور بالكاميرا السيلفي عشان جودتها بتكون اضعف، ولو الفيديو فصل او حصل مشكلة او اي حاجة تاخد بالك. اوقات الكاميرا تبقى عاملة فوكس على حاجات تاني وتكتشف الحوار ده اثناء المونتاج وتحبط ويجيلك اكتئاب. والميزة التانية انه ما بيكونش فيه تأخير نهائي في الصورة، اللي هتبقى بتعمله في الموبايل هتشوفه في شاشة الكمبيوتر في نفس اللحظة. والميزة التالتة والأهم بالنسبة لي انك تقدر تتحكم في موبايلك عن طريق الماوس بالبرنامج ده، ودي حركة نفعتني جدا وهتعرف ليه كمان شوية. والأهم من ده كله ان البرنامج مجاني بالكامل، والبرنامج ده هو ثانية كده SCRCBY، ومش هنطق اسمه تاني. نيجي لطريقة تثبيت البرنامج واللي هي خطوة سهلة جدا. هتدخل الموقع ده واللي هسيب لك الرابط بتاعه في البايو، وهتختار النسخة اللي تناسب جهازك 32 او 64 بت. بالنسبة لي انا حملت نسخة ال 64 بت. بعد ما تنزل البرنامج على جهازك وبمنتهى السهولة اللي في الدنيا هتفك الضغط من على البرنامج، ومبروك عليك البرنامج كده اتثبت. بس في خطوة أخيرة عشان تقدر تشغل. هتروح لموبايلك، ولا مش هتحمل البرنامج على موبايلك، هتروح على الإعدادات، بعدين حول الهاتف، بعدين الإصدار، وهتضغط 7 مرات على رقم الإصدار لحد ما يقولك لقد أصبحت مطور برامج. بعدين ارجع للإعدادات تاني واكتب في البحث خيارات المطور أو Developer Options، هتدوس عليها وتنزل لتحت حاجة بسيطة لحد ما توصل لكلمة USB Debugging أو تصحيح أخطاء USB، وهتفعلها. ومبروك عليك كده انت خلصت. كل اللي عليك انك هتوصل الموبايل باللاب بتاعك، بعدين هتفتح البرنامج على اللاب، هتلاقيه فتح لك صفحة فيها كلام كتير كده، وهتلاقي الموبايل باعت لك رسالة اعمل عليها صح ودوس موافق، وهتلاقي شاشة الموبايل اتعرضت على اللاب من غير اي مشاكل وبمنتهى السهولة ومن غير لاج او تأخير. وده طبعا عشان بتوصل الموبايل باللاب او الكمبيوتر بوصلة شحن، فمش بيبقى فيه تأخير. وتقدر كمان توصله عن طريق الواي فاي، لكن هيكون فيه تأخير شوية وممكن تلاحظ الجودة قليلة شوية، وده هيبقى معتمد على سرعة النت عندك، وما انصحكش بالطريقة دي عموما. ولما تيجي تشغل البرنامج في اي وقت تاني، كل اللي عليك انك هتوصل الموبايل باللاب الاول وبعدين هتفتح البرنامج. وعايز اقول لك البرنامج ده وفر عليا وقت ومجهود كبير جدا رغم انه بسيط. في الاول كنت لازم اعمل مليون تيست قبل ما اصور، وعايز اقول لك كنت بقعد في الحاجات دي بتاع نص ساعة او ساعة، مثلا ساعة كاملة بظبط بس في الكاميرا والكادر وكل الكلام ده. لكن بالبرنامج ده خلاص انا بوصل الموبايل باللاب وبفتح البرنامج بشوف كل حاجة قدامي. والاحلى من كده ان اقدر ابدا او اوقف تصوير في اي وقت بالماوس، مش محتاج بقى اوصل لحد الموبايل عشان اوقف تصوير واشوف الكادر مظبوط ولا مش مظبوط. خلاص مش محتاج كل ده. وتنبيه بسيط، البرنامج ده لاجهزة الاندرويد فقط وبس كده.